أنا من المرتدين. تخلوها كنت مسلما أيوة. أطبق ديني منذ 50 سنة حوالي. 50 سنة. وبعد أيوة. ما أخذت شيئا من الشجاعة لأقرأ الكتب التي القرآن يقول لي ما دينك الآن أنني يلا؟ ما دينك الآن؟ يلا اختصر بسرعة. ما دينك الآن؟ طيب 50 ما 50 ما دينك الآن؟ نعم. ما دينك الآن؟ دينك الآن ماذا؟ ودين أمك الآن ماذا؟ وبوك ماذا الآن؟ الآن أتحدث كمسيحي ومسيحي بالقلب. يا سلام. أيوة، قل لي هكذا عشان ندخل في التقيل. يعني أنت ماذا؟ مسيحي كما قلت عن نفسك. جميل، جميل جدا. أخبرنا. طبعا نعرفك كذاب أنت، يعني مسيحي منذ أن ولدتك أمك، ونعلم أنك كاذب. لكن أخبرنا ماذا يوجد في النصرانية مميزا لم تجده في الإسلام؟ يلا، سؤالي واضح جدا صح؟ أخبرنا بشيء وجدته مميزا في النصرانية لم تجده في الإسلام. تفضل أجب. أعطيناك الصوت فيها متصل. قلت اليوم رانا في عهد المسيحية، فالنصرانية كانت في القرن السابع ولم تبقى. ما سمعتك. أعد. قلت أن النصرانية كانت في القرن السابع ولم تبقى، أما اليوم فنحن في عهد المسيحية، أهل المسيح. سألتك سؤالا، ما الذي وجدته في هذا الدين لم تجده في الإسلام؟ يلا إن شئت. نعم، سؤال وجيه، سؤال وجيه. بارك الله فيك. تفضل، جاوبنا. لكني بربك تجيبني قبل أن أجابك بوضوح على سؤالي. أجب أنت الأول ولا تتهرب. أجب. ما الذي وجدته في النصرانية متميزا لم تجده في الإسلام؟ كلمة نصارى موجودة في كتابك، تراها موجودة في كتابك في سفر أعمال الرسل، شيعة النصارى. تقول لي انتهت في القرن السابع؟ إذن كتابك انتهى معناته، لأن كتابك هو الذي ذكر كلمة نصارى. كتب الكنيسة هي التي تذكر كلمة نصارى. فأجب على السؤال. أعطنا شيئا وجدته في النصرانية متميزا عن الإسلام، شيء واحدا. طبعا أنتم عارفين كلكم الإجابة يا إخوة، وعارفين ماذا سأرد عليه، عارفين يعني اللي هي بين قوسين حبة حبة هتشوفوا. يلا يا خليني نقدر جاوب على السؤال. صح. الفرق ما بين الإيمان الذي كنت به أؤمن حين كنت أطبق ديني يا رجل، ما قلت لك تطبق ولا ما تطبق. يا أخي ليش الهروب من السؤال؟ مش عارف. سؤالي وجيه جدا وبسيط جدا. أعطنا شيئا واحدا وجدته في النصرانية متميزا عن الإسلام لم تجده في الإسلام. جاوب على السؤال. ايش دخلني كنت تطبق ماذا ولا ما تطبق؟ أجب على قدر السؤال. أعطنا شيئا مميزا، قل لي المميز هو كذا وكذا وكذا في نص كذا وكذا وكذا، وهذا لا يوجد في الإسلام. بس بسيط جدا الأمر. تفضل. عارف هذا السؤال يتعبهم أنا. الفرق ما بين إيماني اليوم والإيمان الذي كنت فيه من قبل هو أنني وجدت نفسي أن الإيمان وحده هو الذي كيفاش يقولوا يعطيني كيف يقولوا بالعربية لاسيورونس، الضمان الذي يضمن لي الحياة الأبدية. إيماني بأن ذنوبي قد محيت، قد سمحت. أيوة، الإيمان والذي سمح. الإيمان بماذا؟ يلا أجبني. الإيمان بماذا؟ ما يسمعش بين عليه، هذا مرسوم في ودانه. الإيمان بماذا حتى نفهم؟
الذي مات من أجلي من هو؟ هو الذي يضمن لي من هو الذي مات من أجلك؟ الحياة. من هو؟ مش قلت لك مرشوم في ودانا من هو الذي مات من أجلك؟ ما يسمعش. من هو الذي مات من أجلك؟ حدد لنا. حتقول لي يسوع المسيح اللي هو من عندك؟ يلا أخبرنا. هذا قصة، كل ما نسأله لازم نكتم عليه الصوت مش يسمعنا. لا زال يتكلم يا شيخ. يا ماثيس، واحد ما راح يسمع فيك. عليك حوار هذا والله. افتح المايك لما يتكلم الشيخ، اسكت. اسمعني تمام، لما أتكلم اسمعني، خليك مركز معايا كويس. خلاص كملت. خلاص سألتك، كملت. قلت لك الإيمان بمن أو الإيمان بماذا؟ قلت الذي مات من أجلك. من الذي مات من أجلك؟ المسيح يسوع. أيوه، اللي هو من عندك؟ ابن مريم. من هو يسوع المسيح؟ المسيح. من هو المسيح؟ هو الذي بعث إلى الإنسانية، إلى البشرية، ليفتديها. ركز هذا والله حيتعبنا. السؤال: هل ترى المسيح إله؟ تراه إلها؟ تراه هو الله؟ جاوبني يلا. هل تؤمن أن المسيح هو الله؟ القرآن هل تؤمن أنت الله على كل شيء قدير. أنت اكتم على القرآن يقول أن يا رجل سألتك أنت تؤمن المسيح هو الله؟ أجب، ما تشعبش الأمور. سألتك أنت تؤمن المسيح هو الله؟ أجب. هذا والله مش معقول هذا. يا ماثيس، سؤال الشيخ واضح. هل تؤمن أن يسوع إله؟ الجواب يكون بنعم أم لا. افتح الصوت يا ماثيو. الله يصبرنا عليك يا ربي، الله يصبرنا عليك يا شيخ. لما نسكر عليه المايك لازم نستنى 50 ثانية. يا محمد لا تسكر عليه المايك. أنت رح تخلينا نحن نموت من أجلك، مش المسيح يموت من أجلك. جاوبنا، تؤمن أن المسيح هو الله؟ جاوب. أؤمن أن المسيح هو الله الذي تجلى في الإنسان. أيوة، يعني أنت تؤمن أن الله المسيح الذي تجلى في إنسان مات من أجلك، صح؟ أؤمن أن الله هو الذي تجلى في الإنسان اسمه يسوع المسيح ومات من أجلك، صح؟ وذلك الإنسان الذي تجلى فيه الله مات من أجلي. نعم. أيوة. ومن أجلك أنت ومن أجل الجميع. أصبر. الآن أنا سألتك في البداية سؤالا وأنت لم تجب عليه بشكل واضح. قلت لك أعطني شيئا واحدا وجدته في النصرانية متميزا عن الإسلام لم تجده في الإسلام، فقلت لي ضمنت الإيمان. حتى المسلم ضامن بالإيمان أن يدخل الجنة، حتى المسلم ضامن بالإيمان أنه سيدخل الجنة بالإيمان والعمل، وهذا عليه نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة. يعني ما جبت شيئا، ما أتيت بشيء جديد في النصرانية ليس موجودا في الإسلام. ثانيا، بكلامك هذا لما قلت إن بالإيمان فقط ضمنت النجاة، معناتها الأعمال لا قيمة لها. معناتها أنت دينك علمك تزني، تسرق، تفعل ما شئت من ذنوب ومعاصي، المهم أنك مؤمن فضمنت الإيمان، خلاص اعمل ما شئت. لذلك يسوع عندكم يعني تنسبون له نصا في إنجيل متى، ماذا يقول؟ الزواني يسبقونكم إلى الملكوت. الزواني يسبقونكم إلى الملكوت في إنجيل متى. ما معنى الزواني يسبقونكم إلى الملكوت؟ الملكوت يا إخوة عند النصارى يعني بمفهومنا نحن الجنة والآخرة وكذا، فيقول لك يسبقونكم إلى الملكوت، يعني الزواني حيكونوا في المقدمة في الجنة. وين هذا؟ في إنجيل متى عند النصارى. لذلك تجد مثل هذا يقول لك خلاص أنا المهم الإيمان عندي، المطلوب منك في النصرانية أنك تؤمن الإله مات على الصليب وافعل ما شئت. لذلك تجدونهم في الدول الغربية وحتى في الشرق عندنا في الدول العربية النصارى عراة يشربون الخمور، أكثر الزنا عندهم، الدياثة عندهم، أغلب هذه الأشياء عندهم هم. لماذا؟ لأن هم عندهم هذه العقلية أنك المهم آمن إن الإله مات من أجلك على الصليب والحكاية سدح مداح وقضي الأمر.
والباب مفتوح على مصراعيه، مع أنك لو فتشت في كتابهم لن تجد يسوع المسيح مرة واحدة قال أنا سأموت من أجلكم، أو مت من أجلكم، أو ضحيت من أجلكم وسأضحي من أجلكم. ما فيش هذا نص في كتابكم عن ذلك أبدا إطلاقا. بل الموجود في كتابك في إنجيل يوحنا 17 وهذه الحياة، يقول يسوع المسيح، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، يخاطب الله، ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني ببساطة يسوع المسيح في هذا النص اعترف أن الله هو الإله الحقيقي وحده، وأن يسوع المسيح هو رسول من عنده. طبعا أنا عارف بنسبة كبيرة لا يسمع ولا شيء، يعني مع ذلك افتحوا عليه الصوت نشوف إن شاء الله يكون بس معنا. هذا فهمك، وليس شرط أن يفهم الناس كلهم ما تفهم أنت. فهمي لماذا؟ فهمي لماذا؟ فهمك بأن الآية في الإنجيل تقول بأن المسيح ليس هو الله المتجسد في البشر، بينما ما يجب أن تفهمه يا ابني. مش على الصوت يا إخوة، ما تكتبوش عليه الصوت، نجرب نخاطبه لعله يسمع، ما يعرفش نجربه، ما تكتبوش عليه الصوت لعله يرد علينا. يا أستاذ يا متصل، لما نخاطبك ونقول لك اسمعني رد علي واسكت شوية، تمام؟ لأنك أنت منطلق في الكلام ولا تسمع، حتى نضطر نكتب عليك الصوت. افتحوا عليه الصوت معلش يا إخوة، ركز معانا لما ناديك اسمع عشان يكون الحوار متبادل، فاهم علي؟ مش تنطلق في الكلام نقعد نجر وراك مش تسكتوك. لو تسأله عن اسمه، يعني لو خاطبته باسمه ممكن يفهم. شنو اسمه هو؟ ماثيوس ولا شنو؟ هو كاتب ماثيس لكن أكيد مش اسمه. لا اتوقع اسمه عادي، يسموا النصارى في هذا الاسم. هذا خرج البرنامج، خلاص خرجنا. شنو راك خرجت من البرنامج يا متصل، ارجع على التيك توك. إذا تسمعنا احنا مش سامعينك، انت غير موجود بالجيست، ارجع للتيك توك. هذا كأني انا شايفه ماتيس اسمه. فهذا يا شيخ شايفه من قبل مكتوب ماتيس. ماثيس نعم. الآن راك في الجيست يا ماثيس، ما اسمك؟ راني معكم كنت باغي نروح خلاص. في الحقيقة ما لازمش نتلون، ما لازمش نزعف. يا ماثيوس لما نناديك اسمعنا عشان يكون الحوار متبادل، تمام؟ تسمعني ولا ما تسمعش فيا انت؟ راني نسمعك يا ابني، راني نسمعك. تمام. لما النص عندك في كتابك في إنجيل يوحنا 17 يقول وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، نعم. ويسوع المسيح الذي أرسلته. ما معنى ويسوع؟ اصبر بس. ما معنى ويسوع المسيح الذي أرسلته؟ ما معنى ويسوع المسيح الذي أرسلته؟ معنى أن صوتك أنت الذي أسمعه أنا هو أنت بذاتك. صوتك الذي ترسله إلي ولمسامع كل من يسمعك فهو ابنك، فهو أنت بذاتك. ذلك الصوت وذلك الكلام الذي يخرج منك ومن غير أحد إلا أنت، لأن يجب أن تنظر إلى الآية الأولى من إنجيل يوحنا ماذا يقول. لا اصبر بس. أنت اسمك يونس شلبي صح؟ نعم، أنت سيد كلامك. وكلامك هو ابنك، وابنك هو أنت بذاتك. تحت يا شباب، خلوه يكبس تحت. هذا يونس شلبي اللي ممثل في مدرسة المشاغبين. هو هذا ماذا يقول؟ هذا النصرانية جننته. ما تستغربوش يا إخوة، هذه النصرانية والله جننته. ابنك هو إليك، هو جملة واحدة سألناك عنها، ويسوع المسيح الذي أرسلته. دخل في 100 حيط على جملة واحدة، ويسوع المسيح الذي أرسلته. ما معناها؟ وابنك وإليك ومنك وابنك وكلمتك وإليك وشليك هذا كله هي ويسوع المسيح الذي أرسلته. ما معناه؟ يعني يسوع أرسل من الله،
فضت الحكاية. لكن إن النصرانية طرشقته، جعلته مجنونا، فصار يتكلم بهذا الشكل. طبيعي جدا. امبارح ولا متى أنا قلتها؟ أي امبارح، سبحان الله، في بث امبارح، واللي حاضر بث امبارح يتذكر كلامي جيدا. ماذا قلت لكم يا إخوة؟ قلت لكم الإسلام يتميز بماذا؟ بيسر العقيدة. عقيدة سهلة جدا ومفهومة، صح ولا لا؟ ذكرتم درس بث امبارح، قلت لكم الإسلام يتميز بالعقيدة البسيطة اليسيرة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تؤمن بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، وتؤمن بصفاته التي هي صفات الكمال والجمال. انتهى الأمر. هذه عقيدة الإسلام. ادخل للنصرانية، بحر غريق لن تخرج منه، بحر غريق لن تخرج منه.